ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت جلاش حلو، عايزه اقول لكم جميل قوي، محشي كمان مكسرات ومحشي كنافه. بس عايزه اقول لكم جميل قوي قوي. بصوا الصباع بيتكلم عن نفسه. هنا اول حاجه طبعا معايا ربع كيلو من الكنافه، والكنافه دي انا جبت الربع كيلو فرزته في الفريزر، وبعدين كده برضو كسرته بالطريقه دي، وهنزل عليه كده في طاسة، وهحط حوالي كده 4 معالق زيت، وهقلب لحد ما يحمر معايا. عايزة اقول لكم جميل قوي، والصباع نفسه مقرمش من بره وطري من جوه. يعني عايزة اقول لكم جميل قوي قوي بجد، احلى من المحلات اللي بره. وكمان عايزة اقول لكم ان هو لا مكمكم ولا اي حاجة، وعملته كله بالزيت. بس عايزة اقول لكم النتيجة كانت تحفة جدا، بجد بجد جميل، هتعجبكم قوي. طبعا هنا هفضل اقلب والنار تكون وسط، هقلب لحد ما ياخد لون. هنكون طبعا مجهزين معانا فول سوداني وزبيب وربع يعني حباية كده جوز هند، يعني تقدري كده تقولي كده نص كوباية جوز هند. والحشوة طبعا تبعك انتي، او تكتريها او تقلليها براحتك انتي. عايزة تحطي فستق لوز حطي اللي انت تحطيه براحتك، اي حاجة بتبقى جميلة في الوصفة دي. طبعا انا الفول سوداني كسرته كده ونعمته، يعني ما تحطوش سليم. تمام كده، حط اللايك يا قمر. بجد احسن طريقة للجلاش الحلو، بجد بجد. والصباع جميل قوي قوي، احلى من الجاهز بكتير بكتير. طبعا هقلب كده، وهتكون معاكي هنا لفتين برضو جلاش، هتكوني مجهزاهم. الجلاش عادي اللي هو في السوبر ماركت، اي نوع انت بتفضليه. وهقولك طبعا في طريقة انا عملتها عشان ما يبقاش كده ريحة الزيت باينة في الجلاش، فانا هقولها لك احنا وشغالين. طبعا كده بصوا هقلب كده لحد ما ياخد لون ذهبي. في الوقت ده برضو لما تاخد لون ههدي النار خالص. بصوا كده خلاص خدت لون ودفيت خالص، يعني هنسيبها كده تدفى، مش هنحط الشربات على طول، لا هنسيبها تدفى. ونكون احنا طبعا اول حاجة مجهزين الشربات، عشان طبعا الجلاش بيحب لازم يكون الشربات بارد. يعني انا قبلها بيوم كنت عاملة الشربات. تمام كده، كده خلاص هتاخد اللون، وهرفعها على طبق، عشان طبعا الطاوة سخنة فهياخد لون اكتر. بصوا كده تمام. بصوا المكسرات اللي قلنا عليها جوز هند وزبيب وفول فول حلواني، فول بتاع الحلويات يعني. وهقلب كده، وهحط برضو في حدود 5 معالق من الشربات. حط اللايك يا قمر. قلب كده، وهنزل كده ب5 معالق من الشربات. والشربات طبعا انا عاملاه وسط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف، عشان انا مش بحب الحلويات بتكون مسكرة قوي لما يبقى الشربات تقيل. فانا عاملاه وسط، يعني مش تقيل ولا الشربات يا حبايب قلبي، يعني كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمون. بصوا هنا بقى هتلفى رق واحد من القلاش، وهلف تمام كده. بصوا بقى اول طبقة هدهن كده
اول رق هنتلفه، يعني مش رقين ولا حاجة، لا رق واحد. وهدهن كده بالفرشة من الزيت. والزيت طبعا انا حطاله فانيليا سايلة، رشة بسيطة عشان ميبقاش ليه ريحة وكده. تمام، هاتني كده برضو ودهنت من الزيت، هدهنها كده ربع الجلاش، الورقة كده كاملة، واحط كده الجزئية من حواليها كده. تمام كده. تمام كده. بصوا اللفة دايما انت كده تلفي كويس وتضغطي، تلفي وتضغطي، تلفي وتضغطي. وهيكون معاك الصينية طبعا مدهونة برضو زيت، وهنرصه كله جنب بعضه. تمام كده. انا دهنت اخر حتة كده عشان تلزق ما تفكش معانا. تمام كده. حط اللايكي قمر. نفس الكلام برضو في كل رق هعمل نفس الطريقة. دهنة خفيفة كده من الزيت، يعني مش كتير. وهاتني كده الجزء اللي فوق. والحشوة عايزة تكتري تقللي، دي حاجة ترجعلك انتي. هنلف برضو بنفس الطريقة. تمام كده. بصوا كده، بعد ما هرصه كله هدهنها بالزيت، وبعد كده هبدأ برضو اقطعها. بس المقطع ده ما تصورش معايا انا بقطع. عايزه اقول لكم بالكنافه طعمها جميل قوي قوي بجد يعني. تمام كده. والف برضو بنفس الطريقه. تمام كده. بصوا بعد ما دهنته كله كده زيت من فوق وانا مسخنه الفرن، قطعته كده الصباع اللي انت بتحبيه هتقطعيه، وهندخلها الفرن. بعد ما دخلنا الفرن شغلنا الفرن من تحت، خدت لون من تحت، شغلنا الشوايه خد اللون القمر ده. هنزل بعد كده هي وسخنه، يكون الجلاش سخن والشربات بارد، وهننزل كده عليها من فوق. تمام كده. عايزه اقول لكم بجد بجد احلى طريقه هتعملوها. ايه رايكم؟ بجد جميله قوي قوي، لون وحاجه جميله قوي. ان عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناه ام كراس يشترك. اعملوا لي متابعه على صفحتي على الفيسبوك. بصوا عايزه اقول لكم مقرمش وطريه من جوه. بصوا الشربات تحفه جدا جدا، كمان مش مكتره الشربات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.